ازيك يا صلاح؟ الله يخليك يا كابتن. انا مش عارف ايه يا كابتن. عامل مشاكل ليه يا صلاح؟ يا كابتن والله قلنا العظيم بلاش شعارات سياسيه يا كابتن. انا والله العظيم يا كابتن، والله العظيم ما ليا في السياسه ولا اعرف حاجه في السياسه. الحركه دي انا هقول لحضرتك دلوقتي الحركه دي عشان خاطر ايه؟ انما والله الناس مكبرين الموضوع جدا يا كابتن. انا ما اعرفش حاجه في السياسه. انا لقيتها على النت، انا ما شفتهاش في التلفزيون بصراحه، ما خدتش بالي منها في التلفزيون، لكن لقيتها على موقع اليوم السابع دلوقتي، فقلت لازم نعرف يا صلاح برضو ان ايه اي حاجه سياسه. انا اولا يا كابتن معلش مع احترامي انا مش غبي، انا يا كابتن عشان خاطر اعمل حركه في وقت زي دوت، وبعدين انا بلعب في مؤسسه الجيش يا كابتن. يعني انا اصلا يعني انا مجرد لعيب يا كابتن، مش مجرد لعيب بس، شغلتي لعيب كوره، ماليش دعوه بالسياسه ولا حاجه. وبعدين يا كابتن مش معقول هعمل حركه ولسه احمد عبد الظاهر متعاقب عشان خاطر بيعمل حاجه ثانيه، فمش ممكن اعمل حاجه زي دي يا كابتن. انا الموضوع كله بص يا كابتن، والله العظيم والله العظيم والله العظيم الموضوع كله، وانت هتجيب الفيديو وتشوفه دلوقتي يا كابتن. انا جايب اهو قدامي الصوره اهي. لا مش الصوره يا كابتن، هات الفيديو عشان الصوره حد صورني من الملعب وجايب الجنب كاني عامل العلامه بتاعت سياده المشير. انا هقول لحضرتك والله العظيم يا كابتن، انا من 3 ايام بالظبط كان عيد ميلاد واحد صاحبي ماشي يا كابتن، واحنا في العيد ميلاد فهم انا كان بقالي يجي حوالي 5 ماتشات ما بجيبش جوال يا كابتن ماشي. فاصحابي كانوا حاسين بيا جدا، فهو كان في اليوم دوت قالوا لي يا صلاح انت هتجيب جون الماتش الجاي. قلت لهم يا رب اجيب جون. قالوا لي والله العظيم ان شاء الله انت هتجيب ماتش الاسماعيلي جون. طب لو جبت جون نقول لك على حاجه وتعملها. قلت لهم والله العظيم اللي هتقولوا عليه هعمله. ايوه بس ربنا يكرم واجيب جون. بس قالوا لي خلاص يا صلاح بص لو جبت جون شاور لنا، بس اعمل لنا بقى كانك بترش علينا سبراي. عارف يا كابتن الفوم دوت بتاع اعياد الميلاد والحاجات دي. والله العظيم والله العظيم هو ده الموضوع كله. وانا عملت كده بعد الجون، عملت كده المشاوره بتاعت الفوم دي عشان خاطر كده يعني كلنا بنحب المشير السيسي، يعني انا مش هتكلم في النقطه دي كلنا بس احنا قلنا ما ندخلش شغلنا في السياسه، احنا بتوع رياضه وفي الماتشات. انا بقول لك الحقيقه، يعني انا دي من وجهه نظرك. ممكن ناس ثانيه تقول لك لا ده صلاح يعني بيقول كده عشان يداري على الموضوع او الكلام ده. لا يا كابتن انا بقول لك انت اللي هيتقال يعني. بص يا كابتن انا مش غبي عشان احنا في التوقيت اللي احنا فيه دوت انا ممكن اعمل حركه زي دي يا كابتن. انا ماليش دعوه بالموضوع ده اصلا اساسا خالص يا كابتن، واحنا ممنوعين جدا من ان احنا نتكلم في اي حاجه عن السياسه، لان انا شغلتي في المؤسسه العسكريه لعيب كوره. تمام. انا بأدي في شغلتي وبس، ماليش دعوه يا كابتن بالسياسه باي حاجه تانية، مش قصتي مش موضوعي اصلا يا كابتن. طيب انا اتحت لك الفرصه اللي انت تتكلم في القصه دي وهنقفلها ونتكلم في الكوره يا صلاح. اتفضل يعني النهارده ما شاء الله انت الهدف الاول انت المتسبب في ضربه